بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي همسة ووصفة. اليوم جبت لكم وصفة المشوشة. جبت لكم طريقتين لتحضير المشوشة اللي تجي قرصة والمشوشة اللي تجي رولي، مع كل أسرارها، كيفاش تجيك طرية كيفاش تجيك ناشفة. تبعي معايا الاخر ونشوفوا الوصفة. نبداو بسم الله. الاولى حنديروها قرصة وحنديروها بخليط تاع سميد وفارينة. عندي 10 حبات بيض، عندي سميد، عندي فارينة سميد رطب، عندي باكية تاع لا لوفور وقرصة ملح. انا هنايا القطر تاع المقله تاعي 24 سنتيمتر، سي بوسا درت 10 حبات بيض. الا كانت المقله تاعك صغيره نقصي المقادير. دونك 10 حبات بيض يقابلوهم 5 مغارف سميد وفارينة. دونك ندير 2 مغارف ونص فارينة و2 مغارف ونص سميد. المغرف تاعي هنايا ما نعمرهاش. الا عمرت نعمرها محسوب ما نديرهاش مقبة. الا عمرت المغرف تاعي بزاف دونك لا تيكستور تجينا ناشفه بلوس، تجينا حاكمه روحها بلوس. راكو شفتوا كيفاش جات تجينا الطريه وتجينا رطبه لداخل. فوالا نحط 2 مغارف ونص سميد و2 مغارف ونص فارينه. قلنا ما نعمروهمش بزاف، واللي يحبها ناشفه وشاده روحها يعمرهم. ندير لهم الملح. دان اوتر كوتي نكون انا حميت الزيت في المقله تاعي، ندير لها 5 مغارف زيت وهي سخونه تغلي. نحرك الزيت تاعي مليح معاها، نوصل لهذا القوام. اللي حبها ما تجيش شغل مشمخه لداخل ما يزيد لهاش. الا زدتي لها هذه المغرفه السادسه تاع الزيت صافي لي فايته المقدار تاعها، تجيك لداخل كي شغل مشربه، تجيك رطبه لداخل. الا حبيتيها ناشفه نقصي هذه المغرف، ديري 5 مغارف سميد وفارينه و5 مغارف زيت. هذا مكان كي نخلطوا الخليط تاعنا نبسوه مليح، نديروا عليه باكي تاع لا لوفور. هنايا ما نديروش لا لوفور بزاف، وين نقصتي المقادير نقصي لا لوفور، خاطش لا لوفور ديرلو هذيك تعطيلو واحد الكو حار، تحسيها شغل حاره تحرق في الفم. وبعد هنايا نبداو بعد ما نخلطوا لا لوفور تاعنا نبداو نخلطوا البيض، نزيدو بالحبه ونخلطوا، ما نزيدوهمش على جهه باش لازم حتى تذوب لنا هذيك لا فارين، هذاك الخليط تاع السميد والفارينه، باش نزيدو البيض الاخر نزيدو بالحبه في الديبي ومن بعد نديروهم على جهه. معليش ليسونسيال باش يكون ما يجيناش لو ليكيد تاعنا محبب. هذا هو القوام اللي نوصلوا له، هذا هو القوام اللي نسحقه. الا درنا بلوس نلقاو القوام شويه شاد روحه. من جهه اخرى تكون المقله تاعنا بالزيت سخنت مليح، نكونوا زايدين لها افون تسخن مليح، ونفرغوا الخليط تاعنا نفرغوه على جهه، نفرغوه ضربه واحده. ومن بعد نغلقوا المقله تاعنا، نديروا لها لغطه ونقصوا افون، نخلوها غير شمعه طيب بالعقل، خلوها طيب. ومن بعد حتى نلقاوها ناشفه هكذا من الفوق، كي تمسيها بيدك تلقيها ناشفه. نجو نقلبوها، حطوا عليها طبسي ونقلبوها كيما هكذا. هاي لك هنايا طابت لي حمراء هايله، خاطش كنت منقصه للنار شمعه. هنايا نزيدوا شويه زيت باش تتقلنا وتتحمر لنا، ونعاودوا نديروها تزيد طيب من الجهه الاخرى. هنايا ما نديرولهاش لقطه، نطيبوها هكذا وندوروها، وما نقصوش الفرن تاعنا، ما نقصولوش ماضي، نزيدوا له غير شوي هكذا، وحنا نفيريفيوها حتى نلقاوها طابت وتحمرت. الا جاتكم مزيته بزاف تقدروا ديروا عليها هذاك الورق المص وتنحوا لها ليكسي تاع الزيت. هاي لك المشوشه تاعنا كيفاش جاتنا طريه ورطبه لداخل، تقولي مشربه. نقسم معاكم شويه هكذا تشوفوها كيفاش جاتنا من داخل. نديروا لها شويه عسل وتجينا هايله. قبل ما نفوتوا للوصفه الثانيه اللي وصلت معايا لهنا مازال ما اشتركتش في القناه، قول لك ديري ابوني، ان بيتي كومونتير، ديري لي جيم، قسمي الوصفه مع صحاباتك. نتمنى تكون عجباتك، نتمنى تجربيها وتعطي لي رايك فيها. نروحوا للوصفه الثانيه اللي هي رولي، مشوشه رولي. شوفوا كيفاش تجي شاده روحها بارابور للقرصه هذيك. اروحوا معايا نبداو نشوفوا المقادير.
عندي هنايا نفس الشيء 10 حبات بيض عندي حنديرها لكم غير بسميد. نعمر المغرف بلوس على الاولى باش تجينا شويه ناشفه، خاطش هذه حنرولي وها لازم تجي شاده روحها. ندير 5 مغارف سميد، ندير قرصه ملح، ندير عليهم الزيت نفس الشيء، ندير 4 مغارف ونشوف باسكو سا ديبون السميد كيف يتبسس. نحركها ونشوف ونزيد لها المغرف الخامسة. هذه قلت لكم لازم تجي شاده روحها بارابور اللي تجي قرصه، خاطش هذه حنروليوها. وهذه المقله تاعها نسحقوا مقله تكون واسعه باش نقدروا نروليو القرصه تاعنا. زدنا لها المغرف الخامسه باش نوصلوا لهذا القوام. نديروا لا لوفور تاعنا ونزيدوا عليها، نخلطوا لا لوفور ومن بعد نبداو نزيدوا البيض بالحبه نفس الطريقه مع الاولى، جوست المقادير يختلفوا. نبداو نزيدوا البيض بالحبه حتى نكملوا كامل البيض بالحبه ونخلطوا حتى نكملوا كامل البيض تاعنا. هذا من جهة أخرى نكون أنا درت المقلاة تسخن، درت فيها شوية زيت ومن بعد نبدأ نرفد بالغراف وندير طبقة خفيفة برك، خليها حتى تبدأ تطيب لي بيان من تحت تتحمر لي. إلا حبيت الرولي تاعنا يجي شوية يجي بزاف باين نحمرها مليح من تحت، بصح ما ننصحكمش سورتو المبتدئات ومن بعد تجيك واعرة باش تدوريها. دونك تحسيها شاده روحها وطابت تبداي تدوري فيها، لا لصقتها لك تعاوني روحك بلا سباتول وتواسيها، تبداي ترولي وتجبدي للور، ترولي وتجبدي للور. كي تتفيدا لك المقله تاعك تزيدي غير بالغراف حتى نتكملي كامل الكميه تاعك كيما هكذا، كيما رانا نشوفوا نرولي ونجبدوا للور هكذا بهذه الطريقه حتى نكملوا كامل الكميه تاعنا. كي نكملوا الكميه تاعنا نحمروا الرولي تاعنا من كل جهه ونحوه. نقسموه هكذا دوائر ونعاودوا نديروا شويه زيت في المقله ونحطوه ونعاودوا نقلبوهم للمقله ونقلوهم تري بيان، نحمروهم بيان يجوا شابين. بعد ما يتحمروا نعاودوا نقلبوهم نحوهم ونحطوهم في طبق التقديم، نديروا لهم العسل من الفوق ويجوا من أروع ما يكون. هذه هي يجوا كيما هكذا. نفتح معكم واحد شوفوها كيفاش تجي شاده روحها بصح تجي طريه وتجي كيما البونج. هاي اللي كيفاه تجينا، صح ماشي كيما الاولى تجي شغل مشمخه ورطبه، هذه تجي شاده روحها بلوس وتجي شغل طايبه بلوس، بصح تجي مشربه عسل وتجي هايله ثاني. هذه هي شوفوها كيفاه تجينا تحمر الوجه وتاع وقفه في الكوزينه. هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، نتمنى تكون عجبتكم، نتمنى تجربوها وتستمتعوا بها، والى وصفه اخرى استودعكم الله.